تدرون أحبكم في الله وأنتم عارفين هذا الشيء، ولذلك والله ما أخبي عليكم حاجة من اللي أنا أعرفها. بدخل في الموضوع سيدة كذا، ترى والله الأمور التريلات والخرابيط دي أنا ما أحبها، والمقدمات وكأنه في خطبة جمعة. خلني أعطيكم إياها سيدة. لروائح الفم الكريهة أيا كان مصدرها، سواء من اللثة أو من الأسنان أو من البلعوم أو من الحنجرة أو من المريء أو من المعدة أو من الأمراض الروحية، وهذا مهم جدا، سواء كان الإنسان متعرض لسحر أو حسد أو عين تسببت أو مس من الأذى تسببت لهم في الروائح هذه حتى تفرق بين الزوج والزوجة أو تصدر روائح دائما يتضايق بعضهم من بعض. طبعا شيء معروف هذا موجود وأنتم عارفين هذا الشيء. في خطوات بسيطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى نقضي على هذا الأمر تماما، بس استعينوا بالله سبحانه وتعالى وطبقوا الآتي. أولا الغيبة هذه لازم نتركها، لأنه والله جلست مع ناس يغتابون جدا يغتابون ونصحناهم كثير، ولكنهم لا زالوا يأكلون لحوم البشر، روائح كريهة دائما ما تستطيع تجلس بجنبهم لأنهم يأكلون لحوم البشر، وآكل اللحوم يصدر منها روائح. فنبتعد عن الغيبة، نسأل الله أن يبعدنا وإياكم عن الغيبة وعن النميمة. لا ننم بين الناس نوقع أحد في أحد، ولا نغتاب أحد، نضحك لهم وهم جالسين، فلا منهم قفوا أخذناهم بالنواشير. فهذه خطيرة علينا جدا أن ننتبه من هذا الأمر. النقطة الثانية العلاجية، الاستغفار طبعا هذا أساسي. بعدين قراءة سورة الفاتحة 3 مرات، وقراءة الآية هذه في سورة النور اللي بذكرها لكم الآن: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. سورة الفاتحة 3 مرات مع النفث في علبة زيت زيتون مقاس 500 ملي من أفضل أنواع زيت الزيتون، 500 ملي ينفث بالفاتحة 3 مرات على هذا الزيت، ثم تقرأ الآية اللي قلت لكم عليها قبل شوي وينفث في الزيت، وتجيبون من 4 حبات إلى 6 حبات إلى 8 حبات ما يمنع من القرنفل أو المسمار أو العويدي صاحي سليم بدون سحق، ويوضع مع زيت الزيتون ومقدار ملعقة فقط من خل التفاح سواء الأبيض أو الأحمر، ويوضع مع هذا الزيت. وتجيبون اللهم صل على حبيبنا محمد المر أو المرة، في ناس يسمونها المرة أو المر، تجي نوع ما خشنة قاسية وكأنها زي الفصفص أو زي كذا أو زي الحلتيت، لكن اسمها المر، تلقون عند العطارين. خذوا أجود الأنواع سواء الخل أو الزيت أو القرنفل أو المرة، تجمعونهم كلهم مع بعض في علبة الزيت هذه، وبعد ما تقرون عليها زي ما قلت لكم الفاتحة والآية في سورة النور، وينفث عليهم. وقبل النوم ليليا لمدة 5 أيام 6 أيام 7 أيام ليليا قبل النوم، مضمضة قبل النوم، فقط مضمضة من هذا الزيت ملء الفم تماما، ثم يمضمض ويلج فيه في الفم شوي بما يعادل من 1 إلى 20 استغفار، يعني إلى 20 ثانية إلى دقيقة واحدة، قد ما تستطيعون تطولون طولوا بقائها في الفم مع المضمضة. طبعا تكون على فم نظيف أساسا بالفرشاة وكذا. بعدين يرمى برا الفم، واللي يبقى في الفم مثلا ويبلع ما منه خطر ابدا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لانه كلها فوائد، زيت وقرنفل والمره وزيت وش اسمه خل التفاح مفيد اصلا لتنظيف الامعاء. وتروحون تنامون، وبكره نفس الشيء، وبعدها نفس الشيء قبل النوم ليليا باستمرار لمده اسبوع. بعدين يصبح متقطع في الاسبوع 3 مرات باستمرار، ثم فتره بعيده بعدين يصبح في الاسبوع مرتين بدون انقطاع دائما، حتى يصبح كل جمعه مثلا او كل مره في الاسبوع على مدار الوقت الطويل. يطهر الفم من الروائح بمشيئه الله سبحانه وتعالى تماما باذن المولى سبحانه وتعالى، اذا اجتنبت الغيبه، لان الغيبه تبقي. اكل لحوم البشر هذا ما له حل الا قطعه، ترك هذا الكلام والاستغفار. استعينوا بالله سبحانه وتعالى، وخاصه زي ما قلت لكم اللي على لا سمح الله على رقيه ويعانوا من الاسحار او من الحسد او من العين، فهذه تسبب الاشياء هذه طبعا لتفرقه الازواج ومضايقتهم واصدار بعض الروائح الكريهه، فهي طبعا الشياطين خبيثه فتصدر الروائح الخبيثه. ومع ذلك اللي يبقى بالفم وتبلعونه تراه ينظف المريء وينظف المعده وينظف القولون، حتى لو بقي نسبه بسيطه تشربونه ممتاز جدا للباطنيه كتنظيف للباطنيه. وسلامتكم اسال الله العظيم رب السماوات والارض ان يعطيكم حتى يرضيكم ويشفي الجميع. أرجو نشر هذا الموضوع ومتابعة الحساب دائما وأبدا. استودعتكم الله، أحبكم مرة ثانية في الله.